الفيلم كيبدا مع واحد الكلب اللي سميتو ماجيكس. المرا ديالو ماتت وخلات له ثلاثه ديال الكلاب. واحد النهار غادي يجيه الجوع، غادي يمشي لواحد المطعم باش يجيب لوليداتو ما ياكلوا. ملي غادي يدخل المطعم داك مور المحل ما داهاش فيه وغادي يجري عليه، قال له يلا خرج بحالاتك. ماجيكس ما تسوق ليهش مره، غادي يهيز واحد الطرف ديال اللحم وغادي يديه. ملي شافو هزو مشى بغا يزولولو وما بغاش يرخيلهم داك الطرف ديال اللحم مره، وبقى كيتعارك معاه. في واحد اللحظة ماجيكس غادي يطلع له الدم وغادي يجر داك الشخص وغادي يطيحو، وطاحوا له داك الكراطون ديال البيتزا وخرج كيهرب. وخرج موراه تابعو باغي يشدو، والو في واحد اللحظة بقى جاي كيجري هو يضرب في واحد البنت، عاوتاني نقز عليه دخل في واحد الكراطون. والكلب كيبقى في غبارتو، هو قد ما كتزيد يتغدد وبدا تابعو كيجري وراه، والكلب ما مسوقلوش مره. وبداو غاديين هما وديك البنت كيحوزو باش غادي يزولوا له اللحم. دخل في واحد الشخص عنده البيتزا وبقى تابعو ما بغاش يتفاك معاه، وغادي يدخل في واحد السباغ ديال السباغه وغادي يطيح في الارض. هنايا قرر باش غادي ما يتبعش هاد الكلب، والكلب مشى في حالاته. من بعد كنشوف واحد السحليه داخله لواحد البيت، غادي تطلع لواحد الناموسيه اللي كان فيها واحد الوليد ناعس. واللي فاق غادي يتفجعوا بدا كيغوت، وجا باباه اللي سميتو نايس. نايس هو اللي كيربي الحيوانات. شد ديك السحليه وقال منو ما تخافش ولدي، هادي حيوان اليف ما غاديش يأذيك مره. وغادي يقبضو غادي يديرو في واحد الصندوق، ولكن بنو كان كيخاف منها، قال له خرجوا لبرا. من بعد كنشوفو باباه غادي يمشي يوكل الحيوانات ديالو. ملي سالا خرج باش يوكل واحد الحمار اللي كان مربيه في واحد المزرعه. من بعد ملي سالا غادي يفطر ولدو وغادي يهز الحيوانات ديالو في الطوموبيل ديالو وغادي يمشي يديهم للسينما. من بعد غادي يجيبنو باش غادي يوصلو يديه المدرسة. بداو غاديين في الطريق، قال له انا بابا باغي شي كلب. قال له لا، الكلب ما عندنا ما نديرو به، الكلب فيه المشاكل. ملي رفض له ما غاديش يعجبو الحال وغادي يتقلق. قال له صافي حبس ليا غير هنا، انا ما غاديش نمشي معك. قال له لا، غادي نوصلك حتى المدرسة. خلى باباه كيهدر ونزل وسمح فيه. من بعد نايس وصل السينما وغادي يجي عنده داك الشخص اللي كان خدام في السينما، قال له تعطلتي على العرض بزاف، شنو هاد الشي؟ يلا جيب داك السحليه وتبعني. راه الفيلم قريب يبدا. ومن بعد كنشوفوا الدور اللي غادي تقوم بها السحليه مع واحد الكلبه اللي السميه ديالها كوكي. وكانوا مجموعه المخرجين كيسينو غير يجي، علم واحد المخرج يلا جيبوا ديك الكلبه باش غادي نصوروا الفيلم، راه غادي نتعطلوا بزاف. هنا قال له راها مازال في العرض، هي جايه دابا وغادي نديروا هذا الفيلم. من بعد كنشوفوا نايس جا، وهاد البنت غادي تشوف عنده ديك السحليه وغادي تعجبها. قالت له واش ديالك؟ قال لها ديالي. قالت له انا عزيز عليا الحيوانات الاليفه. وبقات كتشوف ديك السحليه وعجبتها. وهنا كنشوفوا ملي بغاو يصوروا الفيلم غادي يلقاو واحد الورقه مكتوب فيها احنا واحد العصابه خطفنا ديك الكلبه اللي سميتها كوكي، خصنا مليون دولار الا بغيتو نرد لكم ديك الكلبه. من بعد غادي يدخل عند المخرجين وغادي يقولها لهم. ملي سمعوا هاد الخبر بقى فيهم الحال بزاف وتصدموا، حيتاش هي اللي غادي تقوم هاد الدور كله. وهنا غادي يشكوا في النايس، بداو كيتغنوا مع بعضيات. قالت لهم المخرجه ديك الكلبه ما تسواش حتى 1000 دولار، هما كيطلبوا لنا مليون دولار. قالت له انا ما نعقلش عليك، انت هو اللي مكلف بيها. وهاد الشخص هذا غادي يتهم النايس، قال لهم ملي دخلنا راه هو اللي خلى الباب مفتوحه. هنا هو تصدم ما فهم حتى شي حاجه، وداروا ليلو. جات عنده واحد البنت اللي كانت عجباتها ديك السحليه، قالت له انا عارفك نتايا غير ظالمينك. ومشات عند داك الشخص قالت له نتايا منافق بزاف، كتنزل على السيد البطل. وبقى فيه الحال. من بعد كنشوفوا ولدو ديال النايس خرج من المدرسه واشترى واحد البسكوي وبقى غادي في الطريق. في واحد اللحظه تابعوا الكلب ماجيكس وبقى تابعو دالو البسكوي ديالو وبقى غادي كيجري. هنا طلع له الدم بقى كيغوت، ولكن ماجيكس كان غير كيلعب معاه. في واحد اللحظة جا عنده وبقى كيضحك معاه. هنا عجبو الكلب ودخلو لخاطرو وغادي يديه معاه. مشاو للدار وبقاو كيتفرجوا في التلفازة. في واحد اللحظة باباه جا، جراو عليه من الخدمة ومعصب بزاف. ملي دخل غادي يلقاوهم دايرين الفوضى في الكوزينة. قال له شنو هاد الشي جبتيه معاك؟ قال له هذا هو الكلب الوحيد اللي غادي يعيش معاي. قال له يلا ما باقيش نشوفه هنايا. مشى غضب وبقى جالس على الفوتي. جا لعندو قال له مالك يا ولدي؟ قال له انا هاد الكلب الوحيد اللي ارتحت معاه، انا ماما ماتت وبغيت هاد الكلب نتونس معاه. هنا بابا غادي وافق، قال له يا الله غادي نخلي لك هاد الكلب، غادي نبقى نبيتو مع الحيوانات.
غادي يدخل واحد الحيوانات وغادي يسود عليه الباب ويمشيو ينعسوه هما وولدو. الغد ليه كنشوفو ماوكلي الشخص اللي خدام في هاد السينما هو اللي سرق داك الكلب وطلب لداك المخرجين $1,000,000 باش غادي يدير فلوس بزاف وغادي يعاون حتى العصابة اللي معاه. قال لهم انا غادي ندير واحد الخطة اللي زوينة، غادي نخبعو هاد الكلب ويعطيونا $1,000,000 وغادي نديو كلب واحد اخر وغادي يديوه وغادي يزيدونو $1,000,000 وبقى كيفرح. الغد ليه كنشوفو نايس ناعس والكلب بقى كينباح وغادي يضربو الفايقة. ملي ناض غادي يلقاه هرس الباب والحيوانات كلها خرجت ودار له الفوضى في الدار. قرر غدا باش غادي يديه معاه لديك السينما، غادي يهزو في الطوموبيل وهاز حتى الحيوانات وقرروه هما وولدو باش غادي يطلعوه في الطوموبيل وما بغاش يطلع له مرة. غادي يركبوه معاهم في الطوموبيل وبداو غاديين في الطريق باش يجيبوا داك السحلية يديروا به هذاك الفيلم. قال له انت بقى هنايا وانا غادي ندخل نجيب السحلية. من بعد ملي دخل السينما غادي يلقى ماوكلي جاب واحد الكلب جديد وغادي يقول له المخرج هاد الكلب ما صالحناش غير رجعو، ما بان لياش فيه البلان، شوف لنا شي كلب واحد اخر. من بعد نايس غادي يجبر السحلية ديالو وغادي يهزها وغادي يخرجها باش يديرها في الطوموبيل. ملي شافها الكلب ديالو اللي سميتو ماجيكس غادي ينوض كيحوزها وناضت كتهرب. دخلوا للسينما وداروا الفوضى. من بعد بقى كيقلب عليها وغادي يجبرها تحت المخرجة، بغا يجوز ليلها باش يقتلها. ناضت كتهرب وبدا تابعها. غادي يجي نايس وغادي يشد ديك السحلية وغادي يديرها في يدو باش داك الكلب اللي سميتو ماجيكس ما ياكلهاش. قال له يلاه ترصى. وهنا موكلي مشى جاب الشرطة قال لهم راهم كيديروا لنا الفوضى هنايا هما والكلب ديالو. في واحد اللحظة المخرج قال له لا ما كيديروش الفوضى، هاد الكلب انا عجبني وهاد الكلب هذا هو اللي غادي يقوم بهاد الدور. وهنا موكلي ما غاديش يعجبو الحال وغادي تصدم وطلع له الدم. قال له غير نفهمك راه ما يصلحولناش مو داك الكلب. قال له يلا هزوه عليا وغادي يديوه الشرطة. خرجوا بقاو كيضحكوا وقاتلوا المخرجة حنا دايرين واحد السيناريو على الكلب صغير وهذا الكلب كبير كيف غادي نديرو. هنا غادي تقول لها ديك المنتجة قالت لها لا غير بدلي السيناريو وديري شي واحد جديد، انا هاد الكلب هذا راه عجبني بزاف. وبقات كتفرح فيه. وهنا النايس ما مصدقش راسو بلي رجع للخدمة ديالو بقى خدام معاهم. هنا كنشوفوه طلبوا منه يمشي بحالو باش غدا غادي يديروا الفيلم وغادي يركب في الطوموبيل ديالو وغادي يمشي باش غادي يجيب داك الكلب الماكلة وغادي يفرح به. مشى للطوموبيل وغادي يعطيه الماكلة، غادي يهزها وناض كيهرب. ملي شافو هرب ركب في السيارة وبقاو تابعينه هما وولدو. ملي بقاو غاديين غادي يلقاو البلاصة ديالو فين كاين هو. ملي لقاوه غادي يلقاو عنده 3 ديال الولاد. عرفوه بلي المرا ديالو ماتت بشي حادثة وخلات له 3 ديال الوليدات. عجبهم الحال بقاو كيفرحوا بزاف. قرروا باش غادي يديوهم للضرب 3 وحتى ماجيكس غادي يهزوهم وغادي يمشيو في الطريق. ملي بداو غاديين غادي يعيطوا المخرجة وبقى كينقز عليها. قالت لهم انا غادي ندريسي وغادي نجلس معاكم سيمانة باش غادي نكتب على شي سيناريو يكون زويون. دخلوا لداخل وبقاو كيفرحوا بداك الكلب وبقات كتكتب بعض الادوار. غاد اللي عيطوا النايس باش غادي يديروا الماجيكس العرض. دخلوا لتما بقى كيوصيه على الدور اللي غادي يدير. قال له غادي تمشي حتى داك الطابله وغادي تنعس. وهنا المخرج كيشوف. من بعد ماجيكس غادي ينقز على الطابله وغادي يدير لهم الروينه وطيح داك الطباسل كلهم وغادي يطيح واحد الشخص وبقى كيلحسو راسو. هنا نايس غادي يتقلق، عرف راسو باللي قودها مع داك المخرج. ولكن المخرج عجبو الحال مقلم واو هادشي ناضي، انا ما عمري شفت شي كلب بحال هذا، الكلب رومانسي. وبقاو كيضحكوا. هنا نايس ما فهم حتى شي حاجه. قال له المخرج انت مدرب ناضي، انت يا خصك تزيدنا غير شي حلقه واحده اخرى وبارك علينا. الغد ليه ملي مشاو للدار بقى كيدربوا على الحلقه الثانيه اللي غادي يقوم بها. ولكن الكلب ما تسوقلش النايس مره. في واحد اللحظه النايس غادي ينعس طلع له الدم. الغد ليه غادي يمشي عند واحد الشخص كيهضر له على الكلب. قال له انا هاد الكلب عندي غبي بزاف، كنوريه الادوار وما كيدير حتى شي دور، وزيدون انا الكلاب ما كنحملهمش مره. قال له بلا ما تقلق. قال له غادي نرجعو كيقوم جميع الادوار والفيلم عندنا طويل ما يقدرش يقوم جميع الادوار. قال له غير كون هاني صافي غادي نعلمو. غادي يخرج بحالو من واحد الشاحنه وغادي تلقاه المخرجه. قالت له بلا ما تخلع ودير بالك شي حاجه،
راه غادي يقوم جميع الادوار. هو راه الكلب ذكي بزاف، غير تيق فيه. حنا النهار الاول ما تيقناش فيه، دار واحد الدور زوين وعجب المخرج، قال انا داك الكلب هذاك ما بغيتوش، خصنا شي كلب تاني. الكلب مكلخ بزاف ما كيفهمش، وزيدون هو غير الكلب ديال الشوارع، كيف غادي يتعلم؟ قالت الديفو ماشي في الكلب، الديفو فيك انت يا نايس، انت هي اللي راسك قاصح. مشى للدار وبقى كيدرب ماجيكس. في واحد اللحظة ماجيكس غادي يقوم بداك الدور بالضبط، وغادي يعجبو الحال وبقى كيضحك. قال واو انا بدلت الرأي ديالي، هاد الكلب رائع بزاف. الغد ليه فكر باش غادي يديه للسينما، باش غادي يقوم بالدور ديالو. غادي يديروه في الطوموبيل وغادي يهزوه حتى داك الحيوانات اللي عنده. وصلوا لتما، قال له ولدي راه الفيلم طويل بزاف، فيه 2 سوايع ومازال الوقت، غير سيروا دوروا نتا وياه شويه. غادي ولدو يهز داك الكلب وغادي يركب لواحد السكي، ومشاو كيتساراو في المدينه. مشاو لواحد الجردة، غادي تشوفوا واحد البنت وبقات كتضحك عجبها، وهو كان مغروم بيها وكيبغيها. هنايا غادي يوقفوا هما والكلب، وبقى كيشوف جهتها. قال له انت جلس هنايا وانا غادي ندير واحد الحركه. دخل واحد الساحه وبقى كيلعب بالسكي، وهنا شافتو وعجبها. جا ماجيكس وبقى كيبوسو، وهاد البنت غادي تجي لعندو وغادي تسلم عليه باش غادي تتعرف عليه. وهنا كنشوفو ماجيكس غادي يشم الريحة ديال البيتزا، ومشى كيجري كيقلب عليها، جاه الجوع. ملي مشى غادي ياكلها، وغادي يلقى هاداك غير فخ، وغادي يدي هاد العصابة دارتو في واحد الخنشة، وبقات غادية كتهرب به. داوه لواحد الطوموبيل وحشاوه فيها. وهنا كنشوفو الوليد كيقلب عليه، وجا عنده نايس، قال له راه الدور قرب يلا نمشيو. قال له الكلب ما عاد فين تلف، عيت ما نقلب عليه وما لقيتوش بابا، ما عرفتم فين ضاع. هنا غادي يتخلع، ولكن الكلب خرج من ديك الخينشة وفيه الدوخة، بقى كينبح بالجاد. هنا نايس سمعو وبقى غادي كيجري، ولكن ما لحقهمش، مشاو كيهربوا. مشى عند المخرج وقال له داكشي اللي وقع، قال له بلي راه مداو لنا الكلب. في واحد اللحظة على المخرجة غادي تلقى واحد الورقة كاتبين فيها لا بغيتو الكلب عطيونا 1,000,000 دولار. وقرات عليهم ديك الورقة. هنا بقاو كيفكروا كيفاش، وغادي يقول لهم نايس باليكم موكلي هو اللي دارنا هاد الطريقة باش غادي نعطيوها الفلوس. قاتلو لا ما تهمو حتى شي واحد. نايس طلع له الدم وغادي يخرج يفوج في واحد البلاصة فين ما عايش موكلي. مشاو بثلاثة باش يبدلوا الجو شوية. اللي بقى يدور تما كانوا معاهم ديك الثلاثة ديال الكلاب، ولادو ديال ماجيكس. غادي يبقاو كينبحو، شموا الريحة ديال باباهم. هنا عيط لولدو قال له بابا الكلاب كينبحو بزاف. قال له عرفت شحال دير، نتوما غادي تبقاو هنايا يحظيو الكلاب وانا غادي نجي. غادي يمشي لواحد البيت وغادي يشوف فيه. ملي دخل غادي يبان له داك الكلب الاول اللي سرقو ماوكلي، وعرفوا باللي هو اللي دا داك الكلب. قال المنتجة يلا سيري دي ولدي معاك وسيروا بلغوا الشرطة وانا غادي نحضيه. هما مشاو باش غادي يبلغوا الشرطة. هو مشى لواحد البلاصة عالية وبقى مراقبهم. غادي يشوفو كيهضر مع المخرجة، كيقول لها بغيت الفلوس لا غادي نقتل هاد الكلاب. قالت له والله لا شفتي شريه غير قتلهم. غادي يجيب واحد الشوكة باش يضربها لديك الكلب ويقتلو. صافي قطع عليها المكالمة وقرر باش غادي يقتل الكلب. حضر مع العصابة ديالو، قال لهم بغينا نقتلو هاد الكلب دابا، ولكن نايس غادي يطيح عليهم واحد البلانشا. وطاحوا بثلاثة. نقاس عاد ماجيكس وبقى كيطمئن عليه، كنتوحشو بزاف. وهنا كنشوفو جا موكلي، قال له والله لا خرجتي من هنا حتى تخرج ميت مرة. هنا كنشوفو غادي تجي ديك الكلبة كوكي، جات كتجري وغادي تعضو من رجلو. جاليلو ماجيك استغل الفرصة، لوى عليه واحد الحبل وبقى كيدور عليه ومشى كيجري. ملي مشى كيجري غادي يطيحو في الارض، وبقى كيجرو. غادي يخرجو لبرا. ملي فاق من الغيبوبة غادي يبانلو الشرطة جاية ليه، جات كتجري، شدوه غادي يديوه للحبس. نايس عجبوه الحال. ملي رجعلو الكلب ديالو وموكلي مشى للسجن. حتى لهنا كنكون وصلت للنهاية ديال الفيديو. لو وصلتي معي حتى لهنا ما تنساش دير واحد لايك وسبسكرايب باش يوصلك كل جديد. تهلاو، كان معكم ولاد البيل ديزني.